النظام المغربي في مصدر قوة، نعترف راهم متفوقين علينا، نعم راهم متفوقين علينا، قدروا يكركرونا ويركعونا ويقدروا يجرونا من الأذن ويدونا للسفارة الأمريكية في مدريد ويقولوا العطاف نحي السروال وبلع في بوك. وعطاف اليوم راهو في مدريد اللي قاطع العلاقات الدبلوماسية مع بوريطة، لكن اليوم أمام السفير الأمريكي وأمام وزير الخارجية الإسباني يقعد مع الوزير بوريطة ويبلع في بوك، لأنه لو كان جيت دولة أملك نعم السيادة ما نقعدش مع بوريطة، قاطع مع العلاقات، ما نقعدش معك، ما نتفاوضش معك، لأن قاطع معك العلاقات. لا توجد علاقات دبلوماسية ما بين الجزائر والمغرب، هذا هو المنطق أنه لا توجد علاقات دبلوماسية ما بين الجزائر والمغرب. كيفاش أنا تفرض عليا نقعد مع بوريطة في طاولة واحدة في مدريد وفي السفارة الأمريكية؟ راك نحيت لي السروال. إذا الحقيقة تقال أن أحمد عطاف نحاولوا السروال في السفارة الأمريكية في مدريد. قص قرمط. المغرب بمساعدة ترامب تفرض منطق الحكم الذاتي على الصحراويين، يقول أن الجزائر طرف في النزاع. قبل ما يفرض ترامب هذا الواقع المر الجزائر لم تكن طرف، الجزائر كانت تلعب وساطة لكنها لم تكن طرف في النزاع. الآن دخلونا بالسيف نتيجة رضوخ تبون، نعم رضوخ تبون وهرولة تبون الذي تنازل على القضية الصحراوية، واجتماعه اليوم في السفارة الأمريكية في مدريد من أجل قضية الصحراء الغربية التي فرضت فرضا، كان لها هذاك التلوية هذيك، فرضت فرضا. وسيتم حل القضية الصحراوية قبل 31 ديسمبر أو قبل أكتوبر، لأنه بعثة المونيرسو ستنتهي عهدتها في أكتوبر 2026 ولن يجدد لها، ما يجدوا لهاش. كي ما يجدوا لهاش معناتها ما كانش مراقبين، معناتها المغرب روح ادخل. سيفرض على الشعب الصحراوي بمشاركة وموافقة وتواطؤ دبلوماسية عطاف وتبون، سيفرض المغرب منطق الحكم الذاتي على الصحراويين. للأسف الشديد أقولها بكل صراحة، الدبلوماسية الجزائرية في أضعف مراحلها منذ الاستقلال لم تشهد هذا الانحطاط وهذا الانكسار وهذا الانبطاح وهذا الخنوع وهذا السقوط الحر. الدبلوماسية في أرذل أيامها، فقدنا كل شيء، حصار سياسي، حصار يعني بالوا علينا وخرع علينا، زيد روح ثاني دير له انبطاح وروح اركع له وروح بوس له رجله، بالك شي قبل يجي للجزائر. هل يوجد انبطاح أكثر من هذا؟